السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم النهاردة في يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد، وفيديو النهاردة فيديو مختلف، فيديو حلو أنا مبسوطة فيه الحمد لله الحمد لله، أحمدك وأشكرك يا رب. النهارده عاملة عزومة حلوة لماما وأخواتي، عشان خاطر مصطفى وجيهان الحمد لله ربنا أكرمهم ونجحهم، عقبال كل الطلبة وكل اللي نجحوا نقول لهم مبروك ألف ألف مبروك، وعقبال طلبة الثانوية العامة إن شاء الله وطلبة الدبلومات. فيديو النهارده أنا عاملة زي احتفال بسيط كده بيني وبين اخواتي وبين ماما. طبعا احنا ما بنتجمعش إلا لما بنكون انا هنا في اسكندريه، فانا ما بصدق بصراحه انا ابقى هنا واجمعهم ان شاء الله حلوه كده، وبالليل هنعمل احتفال صغير كده بمناسبه اولا نجاح ولادي الاثنين جنى ومصطفى الحمد لله تانية ثانوي وتانية اعدادي، وبعد كده النهارده او مش النهارده بالتحديد عيد ميلاد مصطفى شهر 6، بس كان 6 18 6 18 6 دي هتيجي في العيد، فطبعا العيد هيبقى مرحومين في الذبيح واللحمه وكده، فمش هينفع ان انا اعمل احتفال في العيد، لان احنا في العيد الاضحى مش بنعيد اصلا، بيبقى كله الذبيح وتوزيع اللحم وكده. فقلت ايه احنا مش هنعرف بقى ايه ولا نحتفل، وهنبقوا اصلا طالعين من العيد تعبانين. فالنهارده قلت يعني بما اني في اسكندريه وفي وسط اهلي وفي وسط اخواتي نعمل احتفال لعيد ميلاد مصطفى النهارده، يعني نعمل له قبل عيد ميلاده بكام يوم، بس نعمل له عيد ميلاده عشان هو في شهر 6، وعزومه حلوه كده بمناسبه نجاحهم واحتفال بمناسبه عيد ميلاده ونجاحه هو واخته. ومبروك لكل الطلبه وعقبال طلبه الثانويه العامه والدبلومات والكليات ان شاء الله. بصوا جبت عيش ناشف، انا مش عايزه اطبخ، الجو حر جدا جدا جدا، محدش هياكل بقى صواني ومكرونات وياكل مثلا جلاش وصواني في الفرن وبتاع ده، فقلت لا انا هعمل ايه اكل على السريع. ايه الاكل اللي على السريع ده؟ قلت هعمل فته ولحمه، فته وايه ولحمه، يعني احتفالا برضه ده احتفال لما بيكون في اسبوع في حاجه عقيقه اي حاجه بنعمل الفته ولحمه، فانا قلت النجاح نعمل له برضه ايه فته ولحمه. فالنهارده مش هعمل غير اللحمه والفته وشويه ملوخيه كده وشويه سلطه كده وخلاص حلو قوي كده، وبالليل بقى تشوفوا الاحتفال بتاعنا. خليكم معايا لاخر الفيديو وشوفوا الفيديو للاخر، ويا ريت تحطوا لايك للفيديو كتير عشان انا مش متحمسه خالص ان انا اكمل في القناه بسبب ان اللايكات ضعيفه، والمشاهدات برضه هي المشاهدات حلوه بس اللايكات ضعيفه جدا. معنى كده ان الفيديو ايه مش بيعجبكم؟ والله بطلع فيديوهات حلوه وكل الناس تقول لي فيديوهاتك وقناتك حلوه، عايزاكم تشجعوني وتحمسوني وخليكم معايا لاخر الفيديو. ويلا كل سنه طيبين، العشر الاواخر من ذو الحجه دخلنا فيهم، كل سنه طيبين. وربنا يجعله عيد مبارك علينا وعلى المسلمين جميعا. ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وحطوا لي لايك من عندكم حلو يفرح. يلا بينا نبدا الفيديو، يلا بينا. يلا بقى نسمي الله كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. العيش طبعا الفتة يعني عيش، طبعا عايزين عيش كتير وعيش ناشف. وطبعا اول ما صحيت من النوم على طول نزلت جبت العيش ده جاهز من بره. عندي البوتاجاز بقى زي ما انتم شفتوا كده كان منظره مقزز جدا، لان جانا عندي ممكن تطبخ كل حاجه وتعمل اكلات كتير على البوتاجاز، بس ان هي تمسح البوتاجاز دي صعبه قوي، تخاف على ايديها شويه. فانا مسحت البوتاجاز ده اول حاجه، وكنت ناقعه اللحمه بقى عشان تفك، كنت انا عامل فريزر تفك، وغسلت الملوخيه، يعني بجهز بقى اهم حاجه البوتاجاز الاول، وبعد كده بقى ابتدي ايه حاجه حاجه. دلوقتي انا قلت اشطف اللحمه عندي كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله 2 كيلو لحمه، قلت ايه اشطفهم شطفه صغيره كده. والملوخية جبت كيلو ملوخية، وسبحان الله الملوخية دي موجودة معانا في كل الأكلات، يعني لو أنا عاملة مثلًا مكرونة بشاميل وعاملة جنبها رقاق هتلاقيني عاملة جنبهم ملوخية، لو أنا عاملة محشي هتلاقيني برضه عاملة معاه ملوخية، عملنا فتة أهو عملت معاها ملوخية. الملوخية دي يعني الوجبة اللي إحنا لا يمكن يعني إن إحنا ما نكونش بنحبها، كل الشعب المصري بيحبها. أو ناس كتير بتحبها بصراحة. بُصّوا البوتاجاز بعد ما اتنضّف بقى فُلّة، فُلّة، قلبي كده بينشرح لمّا باشوفه بالشكل ده، لكن لمّا باجي من السفر وأخُش على المطبخ وأشوف البوتاجاز كده باتعقّد، باتعقّد، وحاولت أفهّمها كتير إن هي كل أكلة أو كل طبخة هي بتعملها تمسح وراها البوتاجاز وتصبّن الطبقين اللي هي كلت فيهم. فهي طبعًا بتكسّل تعمل كده لإنها هي أهم حاجة إن هي تعمل اللقمة اللي هي هتاكلها عشان هي جعانة، وتقوم بعد كده يا إمّا بتنام عشان هي بتبقى رايحة المدرسة بدري وصاحية بدري، يا إمّا بيبقى وراها مذاكرة. فالسَنة عندها طول السَنة مذاكرة على فكرة،
وطول السنة امتحانات، ما فيش بقى ترم والترم التاني لأ، ده عندهم 4 ترمات في السنة، ومشاريع، كل مادة عليها مشروع، وغير الhomework والclass work، حاجات كتير أوي في الثانوي الأمريكي ده، والله مجهود، 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 ما حدش يقنعني إن هي دخلت ثانوي عشان خاطر ده دلع وما فيهوش مذاكرة، وإن هي خافت من الثانوي العام وتعب الثانوي العام، بالعكس، على الأقل في أولى ثانوي مش قلقانين ولا خايفين من حاجة. لإن هُم عندهم ترم أول وترم تاني وهيمتحنوه وخلاص، ما فيش حاجة هتخُص في أولى ثانوي ما يخُص أو ما يتعلّق بتالتة ثانوي، لكن جانا عندها في الثانوي الأمريكي ال3 سنين متعلّقين ببعض، عشان عندها حاجة اسمها GPA، الGPA ده مترتِّب على 3 سنين ورا بعض، اللي هي درجة ال40% اللي بتدّيها لها المدرسة، اللي هي المشاريع والحضور والواجب والحاجات دي، وال4 امتحانات اللي هي بتاخدهم طول السنة في كل سنة. فاهمين؟ فالGPA ده اللي هم ال40% اللي هم خاصين بقى بال4 امتحانات بتوع الquarter 1 و2 و3 و4 والمشروع على كل مادة في كل quarter والhomework والclass work اللي هو حضورها جوّه الفصل لازم تحضر وعليه 25%. فمجهود وتعب عليها، فأنا برضه باقول كتّر خيرها، تمسح البوتاجاز ما تمسحوش مش مشكلة، المهم إن هي تنجح وتتفوّق وبس. أنا بقى ممكن آجي أنا ما باتأخّرش أوي عليها، فباجي أغسله وأدعكه دعكة كويسة وأجيب مُذيب الدهون وأنزّل بقى الحاجات الدهون اللي عليه دي كلّها، فلمّا باغسله كده بتبقى شكله لذيذ وحلو يعني. بس هنا بقى علّقت على اللحمة أهم حاجة وزي ما شُفتوا كده في الفيديو، و وهنا بقى باضرب الطماطم عشان أعمل الصلصة بتاعة الفتة اللي هي بالخل والثوم. ودي مهمة جدًا، أهي اللحمة بتغلي وتطلّع الريم اللي عليها ده عشان بيغمّق الشوربة شوية، وده مهم أوي، أوي إن إحنا نشيله. حطيت بقى طماطم وبصل وفلفل زي ما أنتم شايفين كده، غير التوابل عندي فلفل أسود وشوية كزبرة ناشفة، وحتة جوزة الطيب لو عندكم يعني. زي ما شُفتوا كده كان 2 كيلو لحمة ما شاء الله يعني غسلتهم، وأول حاجة علّقت عليها هي اللحمة عشان هي بتاخد سِوَى، بعد كده سهل بقى، الباقي سهل إن شاء الله. جماعة كل اللي يتفرّج على الفيديو أو وصل لحد كده في الفيديو لو عجبه الفيديو حُط لايك، ما تنسوش اللايك يا جماعة، أنتم ممكن تتفرّجوا على الفيديو والفيديو يعجبكم فعلًا بس بتنسوا اللايك، فالحتّة دي مزعلاني أوي. هنا بقى باضرب الطماطم، أهم حاجة ضرب الطماطم وإن إحنا نصفّي القشر بتاعها علشان القشر ده بيضر الكلى، فأنا من ساعة ما عرفت كده وأنا بقيت أصفّيها تمامًا. طبعًا فتّة طبعًا عشان ما فيش جنبيها حاجة وكده مخلّلات ولا حاجة، فأنا كنت مهتمية أوي إن أنا أعمل طبق البتنجان المقلي والفلفل المقلي ده أوي، وحاطة بقى هريسة الشطة اللي عندي في التلاجة حمرا، ومعاها توم ومعاها شوية كمون وليمون هنا وخل واحشي بقى، وكانوا بصراحة كنا بنخطّف الطبق ده من بعض، كان محلّي الأكل أوي، قُلت حاجة كده نعصر ليمون بقى عشان ده ما يسودش ولو قعد في التلاجة والّا حاجة ما يسودش. مهمة أوي حتّة الليمون دي على فكرة، مع إن أنا حاطة والله في الهريسة والثوم حاطة فيهم برضه ليمون، بس برضه قُلت أكمّل كده أحط برضه إيه عصرتين ليمون من فوق، كده تمام، أحلى طبق بتنجان مقلي وفلفل مقلي، تحفة. بس كده عصرت الطماطم بقى، يالّا بقى نعمل الصلصة، لإن الصلصة دي أهم حاجة في الفتة، اللي هي الصلصة أم خل وتوم، أهي. واللحمة برضه دخلت على السِوَى خلاص، فبرضه إيه قرّبنا يعني. بصراحة أنا ما كنتش شايلة هَم العزومة دي، عشان خاطر قُلت إيه، يعني ده هي كُلّها شوية فتة ورُز وخلاص ونسلُق اللحمة. هنا عملت حلة رز، أنا ما باعرفش الصراحة الرز الأبيض بالتحديد أو بالذات يعني، ما باعرفش أعمل منّه حلة كبيرة، لو عملت حلة كبيرة بيعجِّن منّي، فأنا إيدي متعوّدة على الحِلَل الوسط، لا هي صغيّرة ولا هي كبيرة، فعملت حلّتين وسط، أو بمعنى أصح عايزة أقول لكم إن أنا ما عنديش غير الحلة الكبيرة اللي أنا سلقت فيها اللحمة دي، فما عنديش حلة كبيرة تاخد كمية الرز اللي أنا عملتها. وسبحان الله ضبطت نفسي في الرز وفعلًا أقسم بالله طلع مضبوط بالضبط في الأكل يعني ما فاضش مننا يعني فاهمين؟ فعملت حلة رز أولانية اللي هي اللي هناك دي على الشمال، وعملت الحلة التانية اللي هي الحلة البنفسجي اللي على اليمين، تمام؟ طبعًا عملنا الفتة وعملنا الرز وعملنا الصلصة أم خل وتوم، ما ننساش بقى شوية الملوخية العسل الخضرا دي، في ناس تحب تغمّس كده حتة لقمة كده بحتة ملوخية. الشعب المصري حياته إيه الملوخية والفول والطعمية.
قُلت أدلّعهم برضه شوية ملوخية كده، اللي عايز يغمّس بالعيش وعايز مثلًا حتّة بتنجان مخلِّل أو مقلي جنبها بالتوم كده يبقى برضه جميل، اللي ما لوش في الفتة يعني. فعملت حلة جِبت كيلو ملوخية كده وغسلناه وماما قطّفتها لي ومش عارفة إيه، وماما كسّرت لي العيش رُحت جِبتها من أول النهار، كسّرت لي العيش تساعدني، تخرّط لي الملوخية، ت ت ت تنقّي لي الملوخية، كده يعني. ربنا يخلّيها لنا يعني بصراحة، بتحب تساعد يعني. بس الملوخية بُصّوا تقيلة بقى وحلوة إزاي. أنا حطيت لها من شوربة اللحمة، بس برضه حطيت لها مكعب مرقة الدجاج، مع إن أنا عاملاها بشوربة لحمة، بس حطيت مكعب مرقة، بيخلّي لها طعم أوي يعني بصراحة خصوصًا في الملوخية. لقيتها تخينة بقى ومكلكعة معايا مش عايزة تفُك في الشوربة، رُحت جايبة بقى الإيه، المضرب السلك كده وضربتها بيه. بس كده، فأكل لذيذ وخفيف كده وبمناسبة نجاح ولادي، أنا كنت فرحانة بيهم ما شاء الله، ربنا يخلّيهم لي وعقبال السنة الجاية يا رب، ومبروك لكل الناجحين، مبروك لكل الناجح، ولاد أخواتي كلّهم وولاد أصحابي وولاد قرايبي وكل اللي نجحوا مبروك، وعقبال الثانوية العامة إن شاء الله. ارتحنا بقى شوية، هنرتاح شوية من المذاكرة والدروس بقى وترجع بقى الكَرّة تاني إن شاء الله يعني، ربنا يدّينا الصحة ويخلّيهم لنا يا رب ويبارك لهم ويفضلوا دايمًا ناجحين يا رب. بس كده خلصت الملوخية؟ لا ما خلصتش لسه تقلية الملوخية بقى، أنا باحب أدّيها غلوة هي الأول، الملوخية بعد ما أسقطها في الشوربة، بادّيها غلوة الأول كده، وبعد ما أدّيها غلوة باشيلها من على النار وأحط بقى إيه، الطاسة بتاعة التقلية بتاعة التوم يعني، وأروح حاطاها فيها وأقفل بقى غطا الحلة على كده، أو أقفل الحلة على كده. إحنا سيبنا المقطع ده معلّق ليه كده. أيوه جِبت بقى الإيه، الطاسة أهي اللي هنقلّي فيها الملوخية، حتّة سمنة بلدي بقى. أنا سمنة بلدي، ملوخية سمنة بلدي، رز سمنة بلدي بصراحة يعني، والتقلية ونطش الملوخية على طول، والرز أهي حلة الرز اللي على الشمال خلصت أهيّة، قربت تخلص. سامحوني هنا يا جماعة بقى بصراحة يعني في الحتّة دي، بصراحة مش عايزة أقول السبب بس أنتم هتعرفوا السبب يعني، فما تزعلوش منّي بقى، الجو كان حَر وكنت واقفة في المطبخ بقى إيه، مش واخدة بالي شوية، اللي فاهم هيعرف يعني، بس أنا مش هاوضّح يعني. بس باشيل الريم اللي على الملوخية، خلاص يا ست خلاص بقى، عمّالة تقلّبي، 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 خلصنا ماشي، ما شُفناش الطشة خلاص مع السلامة. هنا بقى إحنا حمّصنا العيش بسمنة برضه، صدقوني بقى لمّا بتحمّصي العيش بسمنة بيفرق جدًا، 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 بيبقى العيش وأنتِ بتاكلي الفتة كده بيقرمش معاكِ قرمشة بسيطة أوي كده، بيبقى تحفة، 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 مع تحميرة العيش في السمنة بيدّي للفتة طعم رهيب. بس حمّرناه بحتّة سمنة وبعد كده بقى إيه، هاسقيه شوربة، أحُط عليه شوربة كده وبعد ما أحُط عليه شوربة أسيبه شوية ياخُد من الشوربة، وبعد كده أحُط الرُز. في ناس بقى إيه، لمّا بتيجي تسقيه شوربة هنا بتحُط فيها توم، يعني بتبقى تقلية توم وكَبّة عليها شوربة، بتبقى شوربة بالخل والتوم وتحُطّها في قلب العيش، أنا ما باحبش دي، أنا باحُط شوربة عادي من غير حاجة خالص في قلب العيش كده وأقلّبه تقليبتين زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده هانزل بالرز، والرز بيبقى رز أبيض، ما فيش رز بشعرية طبعًا، هو رز أبيض. فرحة، فرحة جميلة جدًا طبعًا، فرحة ولادي ونجاحهم وربنا يخلّيهم ويخلّي بابانا يا رب يدّي له الصحة. آآ النجاح حلو، مش هُم اللي ناجحين، ده أنا اللي ناجحة يعني فاهمين؟ أنا حاسة إن أنا اللي ناجحة مش هُم والله العظيم، بابقى فرحانة أوي وباحس إن هَمّي تقيل واتشال من عليَّ وسَنة عدِّت وأقول إمتى السنين الجاية تيجي، إمتى أشوفهم في الكلية، هافرح أوي يعني أمّا أشوف جانا بتتخرّج من ثانوي وبعديها أخوها وبعد كده الجامعة. ربنا يقوينا يا رب ويدينا الصحة وطولة العمر يا رب لحد ما أشوفهم متخرجين يا رب من كلياتهم يا رب. بُصّي بقى حلة الرز الأولانية أهي، أدي الرز الأبيض، أنا نفسي أغمض عين وأفتح عين ألاقي جانا بتتخرج من ثانوي بصراحة، أحس إن هي خلاص مرحلة عدِّت، مرحلة الدراسة والمدرسة، جامعة بقى خلاص بقى يعني فاهمين جامعة بقى.
فشلت يعني بصراحة، يعني من وهُم صغيرين كنت أقول لهم نفس الجملة دي، إمتى بقى أغمّض عيني وأفتح عيني ألاقيكم في ثانوي، إمتى أغمّض عيني وأفتح عيني ألاقيكم في إعدادي، وعدِّت السنين الحمد لله رب العالمين، ربنا يدينا الصحة بس وطولة العمر يا رب. فهي دي الحلة التانية. الاتنين والله طلعوا حلوين، ولا معجنين بقى ولا حاجة، لإن أنا بصراحة باشوف الفتة عند بعض الناس يعني بالاقي الرز معجن، فما بيعجبنيش النظام ده، لكن لمّا باعمله كده أنا ما شوّحتش حتى الرز على فكرة، يعني في ناس تشوّح الرز الأبيض الأول وبعد كده تحط عليه المَيّة، لأ أو الشوربة، لأ، أنا على طول حطيت المَيّة على قد الرز على قد المَيّة، وسِبتها تغلي وشوية ملح، وبعد ما بيغلوا باحط فيها في قلبها الرز. ويستوي على كده، حلو، رز بسيط، رز أبيض ده بتاع فتة يعني مش محتاج افتكاسات يعني. أنا بصراحة ما باحبش، بصراحة ما باصدّق آجي إسكندرية و وأتجمّع مع أخواتي وماما و وبتبقى أحلى حاجة بقى عزومة وفرحة فرحة بالنجاح وعيد ميلاد وبتاع، ف ف هتعمليها في مين مع مين؟ غير مع أهلِك، في وسط أهلِك، في وسط ناسِك، هيبقوا فرحانين لِك من قلبهم، من جوّه قلبهم. لكن في ناس ممكن تبيّن إن هي فرحانة وواقفة قدّامِك إن هي فرحانة، لكن من قلبها مش هتبقى فرحانة زي أخواتِك وأهلِك وناسِك، يعني أهلِك وناسِك هم اللي هيفرحوا من قلبهم، مش هيخبّوا ولا يداروا ولا هيبقوا متخابسين ولا هيبقوا بوشّين، لكن لو حد تاني هيقول لِك آه ومبروك وبتاع، لكن من جوّه قلبهم مش هيبقوا فرحانين لي من قلبهم. فلمّا اكتشفت الموضوع ده ف فقُلت لأ، لمّا أعمل أي حاجة بعد كده هاعملها في بلدي، في وسط أهلي، على الأقل الفرحة تبقى فرحة كده بجد، فرحة من القلب، مش فرحة مرسومة وناس بترسم لِك الفرحة والابتسامة، وهُم من وراكِ متضايقين منِّك ومش عايزينِك ومش فرحانين لِك ومش حابين لِك الخير، لأ، أنا عايزة اللي يحب لي الخير، حبيتِ لي الخير من قلبِك هاتمنى لِك أنا كمان الخير من قلبي، وهتلاقيني في ضهرِك وجنبِك وكل حاجة ليكِ، لكن لمّا أكتشف إن أنتِ مش فرحانة لي من قلبِك، وإن الفرحة دي كده وخلاص، وإن أنتم مش وإن أي حد مش حابب لي الخير، ومش عايز لي الخير، ومش بيفرح لي على الخير، لو حاجة جاية لي حلوة يفرح لي عشانها، يبقى في الحالة دي ما حدش يستاهل إن أنا أفرح معاه، أو يقف في وسطيهم وهُم من ورايا بيضحكوا عليَّ، من ورايا بيضحكوا عليَّ. بس، مع إني عمري قسمًا بالله، قسمًا بالله والنعمة إن أنا ما عمري ما كرهت الخير لحد، باحب الخير للناس كلّها، والله العظيم 3. ما علينا، المهم خلّصنا الأكل أهو، بُصّوا بسم الله ما شاء الله، بُصّوا بعد ما عملت الملوخية ووريتها لكم قعدت أقلّب فيها، قعدت أقلّب فيها، وفي الآخر نسيت أصورها وأحطها في وسط الأكل، افتكرناها وإحنا قاعدين على الأكل. ضيّعتنا الأكل وحطينا عشان اتأخرنا والساعة بقت 08:00 وخلاص إحنا عايزين بقى نحتفل بعيد الميلاد كمان، فنسيت أحط الملوخية، بس أنا مصوراها معاكم، بصوا بقى. يلا 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 حالا بينا بالفصاد مصطفى هنا غاظني أوي، كنت عمّالة أقول له تعالَ خُد التورتة منّي وحُطّها أنت بإيدك واستقبلني وأنا داخلة بيها، وهو عينيه حمرا وواجعاه مش عارفة من إيه، فمكسوف يطلع في الفيديو وهو بعينيه حمرا يعني، فيا ولا خُد التورتة، لأ مش جاي، يا ابني خُد التورتة، لأ مش جاي، والله كنت هارميها في الأرض، بس عندي مرات عصام أخويا وأختي لمياء لحقوني بصراحة، وفي الآخر أقنعوه إن هو ياخد التورتة ويحطها هو بإيده يعني. بس وهنا بيحتفلوا بيه بقى وجانا أخته أهيّة واقفة جنبه، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويخلّيهم لي يا رب، ويعيشوا سنين كتير، كتير يا رب فرحانين ومتهنيين ومبسوطين في عِز وحياة وخير أبوهم يا رب، في عِزّه وحياته وخيره، يفضلوا عايشين ويعيش لحد ما يجوّزهم يا رب. هنا بيحتفلوا أهو مع بعض بقى بالصواريخ والشمع وكل بقى خالاته ومرات خِلانه وولاد خالاته كلّهم، كُلّه ولاد خاله كلّهم معاه. هنا بقى الفيديو كده بتاعنا خلص وده كان فيديو النهارده، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. باحبكم، مع ألف سلامة.